خوازم تيفي وفي فيديو جديد اليوم إن شاء الله في إطار الطب البديل وإطار يعني الموروث الثقافي الشعبي يعني بالنسبة للمطبخ المغربي. اليوم غنتكلموا على واحد النبتة اللي هي نبتة الرجلة اللي كيستعملوها النساء في المغرب، كيستعملوها يعني بشكل يعني خصوصا في فصل الربيع او لا ملي كتكون موجودة في يعني في كتباع في الاسواق. اذا كنستعملوها الامهات في المغرب. انا ما عرفتش، ما عنديش واحد الالمام واش كاينه يعني في دول اخرى، الله اعلم. اذا المهم قبل الانطلاق في الفيديو ما تنساوش الاشتراك في القناه وترك تعليق او اعجاب اذا عجبكم الفيديو وكلمه طيبه اذا كما العاده، لان بكم باش انا كنواصله في هذه القناه. وكنشكر الناس اللي التحقوا مجددا بالقناه، وما تنساوش بارطاج والاشتراك. اذا ان شاء الله نبداو في نبته الرجله، لان من بعد غادي نعطيكم واحد طريقه ديال طبخ الرجله، يعني هي طريقه مبسطه كما كنطيبوها حنا في المغرب. اذا هنا هاد نبته الرجله كتدخل في الطب البديل، وهي مفيده جدا لصحه العظام. نبته الرجله هي عشب شائع ها هو دابا اذا في جميع انحاء العالم، لان انا ما كنتش كنعرف، ولكن قال لك يحتوي على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي يمكن أن توفر يعني فوائد صحية مهمة. مثلا كيعطيك فيتامين أ الموجود فيه يعني اللي كيكون يعني مزيان بالنسبة للجلد، مزيان للعينين، مزيان بزاف، وكذلك تحسين نظام المناعة. والفيتامين أ أيضا هو مهم لصحة الأعضاء، لأنه قال لك كيدعم لنا الانقسام الصحي للخلايا. الرجلة أيضا غنية أيضا بفيتامين سي، وهو عنصر مهم للحفاظ على الكولاجين والأوعية الدموية في حالة جيدة، يعني كيخلينا الأوعية الدموية في حالة جيدة، وفضلا على المساعدة في التئام الجروح. في يعني نشوفوا في هذا الشيء اللي جاي يعني في الدقائق التالية يعني في التقرير. غادي نعطيكم واحد أهم الفوائد ديال نبتة الرجلة. اذا كتقلل لنا مخاطر الاصابه بالسرطان. علاش؟ لان نبته الرجله مليئه بالبيتا كاروتين، وهاد الصبغه المسؤوله على اللون المحمر في سيقانها يعني واوراق ديالها. وبيتا كاروتين هو واحد من العديد من مضادات الاكسده الموجوده في الرجله، اللي كتعمل على تقليل عدد الجذور الحرة في الجسم. يعني داك اللون الاحمر اللي كنلقاو في الرجله هذاك هو البيتا كاروتين، واللي هو يعني مضاد للسرطان. ايضا يمكن ان يساعد في تقليل عددها في تقليل مخاطر تلفي الخلايا. يعني بديك الخلايا الحرة في الجسم كتقلل لنا المخاطر ديال التلف ديال الخلايا، وهذا بدوره يقلل من خطر الاصابه بالسرطان. إذا هاد البيتا كاروتين يساوي تقليل من مرض السرطان. أيضا صحة القلب. بالنسبة للرجلة هي يعني مزيانة لصحة القلب، والرجلة أيضا مفيدة في دعم صحة القلب والأوعية الدموية، وهي واحدة من الخضروات القليلة الغنية بأحماض أوميغا 3. يعني كاين الخضروات اللي ما فيهاش يعني اوميغا 3، ولكن هي غنيه بزاف، مركزه فيها بزاف الاوميغا 3 الدهنيه اللي كتعتبر مهمه باش تدعم لنا صحه الشرايين. وقال لك كيمكن باش تساعد في منع السكتات الدماغيه والنوبات القلبيه واشكال اخرى من امراض القلب. بالنسبه للرجله كتحتوي ايضا على اعلى مستويات مسجله من احماض اوميغا 3، يعني فيها تركيز قوي ديال الاوميغا 3 الدهنيه في اي نبات ارضي. يعني هي يعني كتمتاز على النباتات في جميع انحاء المعمور اللي مركز فيها الاوميغا 3 الدهنيه. اذا ثالثا هي مهمه لصحه العظام. الرجله اذا مصدر كبير لجوج ديال المعادن مهمين لصحه العظام. جوج ديال المعادن اشنا هما الكالسيوم والمغنيسيوم، حنا هذه معروفه عندنا. اذا الكالسيوم هو الاكثر المعادن اللي شيوعا في الجسم، وكيؤدي لعدم التناول ديالو
واحد الحاجه اللي كنسميوها هشاشه العظام، كل شيء كيسمع بها. ومن ناحيه اخرى كيأثر المغنيسيوم بشكل غير مباشر في صحه الهيكل العظمي من خلال التأثير في نمو خلايا العظام. والحصول على ما يكفي من هذين المعدنين يمكن أن يشحن صحة الهيكل العظمي. يعني إلا شديتي هذا يعني الهيكل العظمي ديالك غادي يكون واقف على الصح. علاش؟ انك عطيتيه الكالسيوم والمغنيسيوم. وكيمنع علينا الهشاشه والمضاعفات الناجمه على الشيخوخه ديال العظام. اذا هنا كنتفاداو هشاشه العظام، وسيرتو الانسان ملي كيولي عنده واحد لاج متقدم، سن متقدمه، كيمكن يعاني من واحد الهشاشه، من الهشه ديال العظام وشيخوخه العظام. ولكن هنا كتعطيه الرجله واحد القوه، يعني ناخذوها بان هي كتعاوننا على القوه ديال العظام ديالنا. رابعا فيها واحد كتعطينا الصحه ديال الخلايا. الصحه ديال الخلايا علاش؟ لانها غنيه بواحد الحمض اللي سميتو حمض الفوليك، بالفرنسيه كيتسمى لاسيد فوليك. هذا كيساعد لينا في الانقسام الامن للخلايا، وكيعزز تكرار الحمض النووي. لذلك الاطباء كينصحوا به النساء اللي كيرغبوا في الحمل، يعني اللي كيرغبوا في الحمل باش يستهلكوا ما لا يقل عن 400 ميكرو غرام من حفظ الفوليك يوميا. يعني علاش؟ انهم كيتجنب لنا العيوب الخلقيه للجنين. كاين مكونات الرجله، يعني الرجله هي مصدر غني ايضا باش فيتامين ا، اذا كما قلنا فيتامين سي والبوتاسيوم والحديد والكولين والعناصر الغذائيه في كوب واحد من الرجله. يعني الا خدينا واحد الكوب، يعني كاس ديال الرجله، كنلقاو بانه كاين فيه 7 ديال السعرات الحراريه، وفيه البروتين اقل من 1 غرام. يعني الا خدينا كاس كبير ديال الرجله اش غادي نلقاو فيه؟ كنلقاو فيه 7 سعرات حراريه، وكنلقاو فيه 1 غرام ديال اقل من 1 غرام عفوا ديال البروتينات، والدهون كنلقاو فيه اقل ايضا من 1 غرام. بالنسبه للكربوهيدرات كنلقاو فيه 1 غرام ديال الكربوهيدرات. الالياف في اقل من غرام، وبالنسبه للسكر في اقل من غرام. هادو المكونات ديال كوب واحد من الرجله. لكن قالك كتحتوي الرجله على الاكسالات التي تم ربطها بتكوين حصوات الكلي. اذا لذلك الناس اللي عندهم يعني المعرضين لحصول لحصوات الكلي خاصهم يتوخاو الحذر عند تناول الرجله. يعني الناس اللي كيعانيوا من الحجر في الكلاوي يحاولوا ما ياكلوهاش بزاف. علاش؟ لان خصوصا البذور، خصوصا ديك الزريعه ديالتها يحاولوا يتفاداوها. علاش؟ ان تميل بذور الرجله الى احتواء واحد مجموعه ديال المستويات ديال الاكسالات اعلى من الاجزاء الاخرى من النباتات. وهذا اقدم النباتات عبر التاريخ هي الرجله او البقله. وهادو يعني البقله بحال الخبيزه، هادو يعني من النباتات اللي هي قديمه عبر التاريخ، وهي من المغذيات، وكاين حتى في القران بقولها. اذا بالنسبه للرجله يعني تناولوها مزيانه للدراري، نولفوها ليهم ولو انهم راه ما كيبغيوهاش ملي كيكبروا، ولكن المهم نحاولوا تكون في البيت ديالنا ونجيبوها. اذا ما نطولش عليكم، ندوزو الى المطبخ ونوجدوا اكله الرجله بالطريقه المغربيه كما كان علموها لنا مواتنا. اذا هي سهله، ما فيهاش سهله كيف غادي تشوفوا، يعني ما فيهاش تماره بزاف. المهم الانسان يزعم ويديرها، ومع المده راه غادي يولف المذاق ديالها. ونخليكم مع المطبخ. اذا بعد ما تعرفنا على الفوائد ديال الرجله واش كتصلح، دابا غادي نمشيو باش نحضروها بالطريقه المغربيه الاصليه، يعني اللي كيحضروا بها مواتنا باش تعلمنا
نحضروا الرجله والخبيزه اذا نفس الطريقه. اذا غادي ناخذوا رجليها هي غادي هاد الرجله هذه اللي عندي غادي نقطعها كما قطعت هذه الاخرى، وغادي نزيد عليها الثومه. انا خديت واحد فرع كبير ديال الثومه مطيشه، اللي بغى يديرها بالزريعه ديالها، اللي ما بغاش بلاش. التوابل عندي فلفله حلوه، سكينجبير، خرقوم، الكمون تقريبا معلقه كبيره ولا المهم كل حسب الذوق ديالو، وشويه السودانيه كتعطي مذاق مزيان. السودانيه يعني ديال الدار، وشويه الملح. ما نكثروش الملح لان اصلا بالنسبه للرجله هي اصلا مالحه. اذا كنطحنوا كلشي في هذيك الخلاط اللي هو كهربائي. المهم طحنوا كلشي، اللي ما عندهاش تستعمل السكين وتقطعها رقيقه. غادي نوريكم الطريقه يعني كيفاش غادي نقطعوها، ومن بعد ديك الساعات نديروها طيب بشويه زيت العود. طحنت الجزء الاولاني ها هويا، يعني لا تيكستير ديالو شفتوا القياس ديالو، ها هي مطحونه بحال كما كنقطعوا الربيع. انا خليتها شويه رقيقه، ما بغيتهاش تكون ريضه بزاف باش نغلب عليها في الطياب. وبالنسبه لهنا غادي نطحن داكشي اللي بقى ليا مع درت كلشي في دقه، ثومه مطيشه سميتو داكشي اللي بقى ليا ديال الرجله. اذا سمحوا لي لان شاده الهاتف باليد الاخرى. هنا غادي نطحنها، نطحنها بطريقه يعني بنفس الطريقه اللي طحنت بها. ندير داك اللي منيل بزاف غندير غير الاخر المهم. شوفها هي كنظن بارك عليها. غادي نزيدها على اختها، ويعني باش نجمع كلشي في الطنجره ديال الضغط، ومن بعد غادي نزيد عليهم الزيت ونخليهم يطيبوا. الا خصني شويه الماء ندير شويه الماء، نسد عليها شويه، يعني ندير تقريبا واحد الكاس ولا 2 كيسان ديال الماء نسد عليها. الا كانت كتبغي طيب مسوها، الا كانت يعني شافه شويه يعني ديروا ليها الماء وديروا في الكوكو تخليها طيب شويه. الا كانت يعني طريه ما تحتاجش يعني واحد ستيلها واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق حلي. وديك الساعات مني نحركو تتقعد لينا، ومني نحطوها نديرو شويه الزبيته في الفوق وشويه الكمون وبصحه وراحه. اذا نحن نطلعوا بعد قليل من طيبها. الرجل ديالتي ها هي درتها كطيب، ها هي. اذا غادي نزيد لها زيت الزيتون ونخليها طيب، يعني نزيد شويه ميها، هي كما قلت لكم واحد شويه تقريبا كاس كبير ديال الماء. وغادي نحركها ونسد عليها، يعني خصها شويه المهم ما يطفو شويه فوق منها، يغطيها شويه. مني نسد عليها واحد 5 دقائق 10 دقائق ونحل. المهم انا طحنت فيها كلشي مطيشه الثومه كلشي مطحون فيها. اللي بغى يزيد الربيع يزيدو، اللي مابغاش هذا الا غنزيد شويه معدنوس، ولا الا ما بغيتيش بغيت تخليها هكا نورمال خليها. غنزيد شويه ديال المعدنوس، اللي بغى يزيد فيها شويه ديال القزبر يزيدو. المهم غندير شويه ديال المعدنوس ديال الامانه. غادي نزيدو وغادي نطيبها، ومن بعد ان شاء الله نطلق. الطبق النهائي ديالنا ها هو يوجد. بالنسبه للرجله راه هي اصلا كتكون شويه حامضه، اذا محتاجوش نزيدوا ليها الحموضه. بالنسبه اللي بغى يزوق غادي يزين بالزيتون، ممكن زيتون اسود وزيتون اخضر. والا بغيتوا الناس اللي محبين يعني اللي كيبعز عليهم الحار ممكن يديروا فلفله. انا زينتها بزيت زيتون عزليه زدتها، يعني كتبغي هي زيت الزيتون، اللي بغى يزيد الكمون يزيدو، وبصحه وراحه وشهيه طيبه. نلقاكم في وصفه جديده وفيديو جديد. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وكومونتير وتبارطاجيو لاشين وتشتركوا في القناه، ما غادي تخسروا والو. والسلام عليكم ورحمه الله.